شفتوا الشيخ ده؟ هو ده اللي سد ودانه. طب ليه عمل كده؟ وليه طلع ترند؟ وقالوا ايه عليه؟ صلوا على سيدنا النبي واسمعوني لحد الاخر عليه الصلاه والسلام. قبل ما تكمل معايا الفيديو وتسمع الكلام المهم دوت، ما تنساش تشترك في قناه اليوتيوب اللي انت شايفني من عليها دلوقتي، ولو انت بتتابعني من على التيك توك او الانستجرام او الكواي فهسيب لك لينك اليوتيوب فوق في البايو فوق الفيديو. الشيخ الجميل المحترم اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي في الصوره كان رايح شغله او راجع من شغله او رايح البيت، فقاعد في المواصلات زي اي حد قاعد في المواصلات، وفجاه وهو قاعد الراجل السواق شغل اغاني وموسيقى. الشيخ الطيب الجميل ده ولا على صوته ولا قال له حرام عليك يا ابني اقفل اللي انت مشغله ده، ولا زعق له ولا اي حاجه، وانما بكل بساطه حط صباعه في ودنه علشان مش عاوز يسمع القرف والاغاني والموسيقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. على فكره الشيخ ده عمل زي النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموقف ده. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب كان ماشي مره فسمع صوت مزمار، واحد بيضرب مزمار كده وعمل يعمل كده، وكان معاه واحد اسمه نافع، فوضع ابن عمر رضي الله عنهما اصبعه في اذنيه ونأى عن الطريق ومشي في جنب كده عشان ما يسمعش صوت المزمار. بعدين وهو حط صبعه في ودنه فبيسأل نافع اللي معاه هل تسمع شيئا؟ انت لسه سامع صوت المزمار؟ فقال له لا. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مره كنت معاه وحصل نفس اللي حصل ده فصنع مثل هذا. يعني النبي برضو صلى الله عليه وسلم حط ايده في ودنه علشان ما يسمعش صوت المزمار. خدت بالك ده معناه ايه؟ يا ريت بقى تفهم وتعقل يا اللي بتقول الموسيقى حلال والاغاني عادي واسمع اللي انا عايزه مش حرام. هو لو كان حرام كان عمل كده؟ كانش عمل كده يا عم الحاج. لو كان قرآن بيقرأ كان هيحط ايده في ودنه؟ كان هيسمع. فالشيخ اللي في المواصلة عمل زي ما عمل ابن عمر وزي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وحط صباعه في ودنه. ويا عم الحاج بعيد عن الحرام والحلال، ده من باب الحرية الشخصية، يعمل اللي هو عايزه. واحد قاعد في المواصلات عامل كده، واحد عامل كده، واحد عامل كده، هو حر. زي ما انت سايب مراتك بالبيكيني على الشاطئ والناس عماله تتفرج عليها وانت حر، وزي ما انت مش مقتنعة بالحجاب ومش عاوزة تتحجبي انت حرة. ما اكبر من ذلك قال الله عز وجل عنه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هتشيل ليلتك يوم القيامة. الراجل حر يحط صبعه في ودانه، يربع ايده، يعمل اللي هو عايزه، هو حر. ولا الحرية دي عندكم انتوا بس؟ يعني تعمل الحاجة وعاوز الناس كلها تلتزم بالحرية بتاعتك وتقنعهم ان انت لازم تعملوا اللي انا بعمله، ولما هم يقولوا احنا احرار نعمل اللي احنا عايزينه تنتقدوا وتقول ازاي انت حر؟ لا انت مش حر. ما لكم كيف تحكمون افلا تعقلون؟ انت ليه عاوزني التزم بحريتك واتقبلها وانت ما تتقبلش الحرية بتاعتي ليه ان شاء الله؟ ده غير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يكونن من امتي، يعني في ناس هتيجي بعدي أقوام كده من أمتي، صنف معين، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. يعني يستحلون يعني الحاجة دي هي أصلا حرام وهم استحلوها لنفسهم. يستحلون الحرى اللي هو الزنا أو الفرج، والحرير والخمر والمعازف. الحرير يعني للرجالة، الرجالة ما تلبسش حرير، الستات تلبس اللي هي عايزاه. والخمر معروف إن الخمر حرام، هم بقى دلوقتي بيشربوا عادي، بص كده في أي مسلسل ولا أي فيلم عادي بيشربوا كأنها مية وبيبسي وحاجة ساقعة. والخمر والمعازف، يعني إيه المعازف يا عم الحاج؟ الموسيقى يا حبيبي. نهيك بعد الموسيقى بتاعت اليومين دول كمان بقى وقله الادب والكلام الجارح وكلام المهرجانات والسنجه والسكينه والرقص وقله الادب، ده كان بيزيد الموضوع حرمه اكتر. زي ما انت كده لما بتيجي تتجوز بتجيب الدي جي وتعمل بصوت عالي وتسمع كل الجيران وبتبقى انت حر ومحدش ساعتها يعرف يفتح بقه معاك، وممكن تدب خناقه معاه كمان لو جه قال لك وطي الصوت شويه يا عم الحاج ابويا مريض. مش بعيد ان انت ممكن تموته وتقتله، ده ليله العمر يا عم الحاج، اعمل اللي انا عايزه، روح اشتكيني. زي ما انت حر هو برضه حر، وهو اصلا ما اذاش حد ولا اتكلم ولا على صوته ولا قال حرام ولا قال حلال، كل ما هنالك حط صباعه في ودنه عشان ما يسمعش المعصيه دي. ومطلعين صوره عليه زي ما انتم شايفين كده، صوره قبيحه جدا ومنظر قبيح للمشايخ والناس الملتحين. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. من صفات المجرمين ان هم لما يشوفوا الملتزمين يقعدوا كده يقلسوا عليهم. والراجل اللي صور الشيخ ده اصلا انت ليه تصوره وليه تنزله على الفيس وليه تنزله على السوشيال ميديا؟ انت عارف ان بنسبه كبيره جدا كل الناس هتنتقد الكلام ده وانت السبب في كل اللي حصل للشيخ. يا اخي حتى لو انت صورته ومش واخد باله ما ينفعش تنزل الكلام ده الا لما تستأذن صاحب الصوره، لكن تصوره وتنزلها كده عادي وكله يسخر منه، كل ده في ميزان سيئاتك انت. وبعيدا عن الحريه الموسيقى هتفضل حرام طول عمرها، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا كده. فلو انت عاوز تعمل الحرام هتشيل ليلتك يوم القيامه، لكن في الدنيا اياك تسخر من واحد ملتزم او واحده ملتزمه. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. وبقول للشيخ افرح يوم القيامه كل اللي انتقص من قدرك دول في ميزان سيئاتهم وفي ميزان حسناتك، وسيقتص الله عز وجل لك منهم جميعا يوم القيامه. ولحد هنا خلص الكلام، ما تنساش الشير فالدل على الخير كفاعله، واوعى تنسى تشترك تحت في الصفحه والقناه والكلام اللي انا قلت لك من اول فيديو. اوعى تنسى تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام.